السلام عليكم، أنا سارة وده سيرة جلو مكانك اللي هيدوم حياتك. هنا هنكتشف مع بعض ازاي تبني ثقتك بنفسك، تحققي أحلامك وتكوني أحسن نسخة منك. في كل فيديو هنشارك نصايح عملية، قصص ملهمة وطاقة إيجابية تخليك تتألقي. يلا نبتدي الرحلة. النهاردة هنتكلم عن أول خطوة في رحلتك، هي ازاي تبني ثقتك بنفسك من الصفر. لو حاسة انك مش واثقة من نفسك أو خايفة تخطي خطوة، الفيديو ده ليكي. هنشارك 3 خطوات عملية وهنحكي قصة أوبرا وينفري اللي بدأ من الصفر وغيرت العالم. الثقة بالنفس زي عضلة، لو بتتمرني عليها يوميا هتقوى، بس ازاي تبدأي لو انتي حاسة انك في نقطة الصفر؟ خليني أشاركك 3 خطوات عملية هتساعدك تبني ثقتك خطوة بخطوة. الخطوة الأولى هي إنك تحتفلي بإنجازاتك الصغيرة. أول حاجة لازم تتعلمي تقدري نفسك حتى لو الإنجازات دي صغيرة، مثلا لو صحيتي النهاردة بدري أو خلصتي مهمة صغيرة، ده إنجاز. جربي تكتبي كل يوم 3 حاجات عملتيهم وانتي فخورة بيهم، زي إنك درستي ساعة أو حتى إنك ابتسمتي لواحدة قابلتيها. الكلام ده بيغير نظرتك لنفسك تدريجيا. الخطوة دي بسيطة بس قوتها كبيرة. لما بتكتبي إنجازاتك بتبتدي تشوفي نفسك بنور مختلف. جربيها لمدة أسبوع وهتشوفي الفرق. الخطوة الثانية الخطوة التانية، واجهي مخاوفك بتحديات صغيرة. الثقة بتيجي لما بتواجهي مخاوفك حتى لو بشكل بسيط. خايفة تتكلمي قدام الناس، جربي تسلمي على حد غريب. خايفة تجربي حاجة جديدة، ابدأي بمهارة صغيرة زي تعلم وصفة طبخ جديدة. كل تحدي صغير بيبني ثقتك أكتر. الفكرة انك تتحركي حتى لو خطوة صغيرة، كل مرة بتواجهي فيها خوف بتثبتي لنفسك انك قادرة. الخطوة التالتة، حاوطي نفسك بأشخاص إيجابيين. الناس اللي حواليكي بيأثروا على ثقتك بشكل كبير. لو محاطة بناس بيشجعوكي ويدعموكي هتحسي انك فعلا قوية. حاولي تبني شبكة من الأصحاب أو العيلة اللي بيؤمنوا بيكي، وابتعدي عن الناس السلبيين قدر الإمكان. اختاري الناس اللي هيضروكي مش اللي بيطفوكي، ده هيفرق جدا. خليني احكيلك عن أوبرا وينفري، واحدة من أقوى الستات في العالم. أوبرا كانت بنت فقيرة، عاشت طفولة صعبة جدا، واجهت تمييز وتحديات كتير، بس هي قررت انها مش هتستسلم. بدأت تشتغل في الراديو وهي لسه مراهقة، كانت بتتحدى نفسها كل يوم عشان تكون أحسن خطوة بخطوة. بنت بنت ثقتها بنفسها وأصبحت واحدة من أهم الإعلاميات في التاريخ. الدرس من أوبرا، الثقة مش بتيجي مرة واحدة، هي بنتها من إنها آمنت بنفسها، واجهت مخاوفها واختارت الناس اللي بتدعمها. وانتي كمان تقدري تعملي كده. يلا خلينا نلخص النهاردة. عشان تبني ثقتك بنفسك، احتفلي بإنجازاتك الصغيرة، واجهي مخاوفك بخطوات صغيرة، واختاري ناس إيجابيين يدعموكي. ابدأي النهاردة بتمرين بسيط، اكتبي 3 حاجات عملتيهم النهاردة وانتي فخورة بيهم، وشاركيني في الكومنتات ايه هما. لو عجبك الفيديو اضغطي لايك، اشتركي في القناة، فعلي الجرس عشان ما يفوتلكيش اي فيديو جديد من سيرة جلو. قوليلي في الكومنتات ايه اول خطوة هتعمليها عشان تبني ثقتك. مستنية اشوف ردودكم.